مرحلة جديدة أمام بعبع كرة القدم العالمية المنتخب البرازيلي. طبعا المرحله ما بعد المونديال كتوحي لنا شخصيا بما كان وليد الركراكي قالوا قبل المونديال. قال على انه بالنسبه له الهدف الاسمى اللي جاله الفريق الوطني هو اعداد المنتخب المغربي لنهايه كاس افريقيا للامم، لان الرهان هو الفوز والمنافسه على اللقب الافريقي. انا غادي نسال وليد، هذا كلام كان كيقولوا قبل كأس العالم. نعم. اليوم بعد كأس العالم واش مازال ثابت على رأيه من أن الرهان اللي عند الفريق الوطني اليوم هو أنه يربح كأس إفريقيا أو يتنافس على كأس إفريقيا للأمم؟ واش ما كيشوفش أيضا أن الضغط كبر أكثر على الفريق الوطني، لأنه اليوم غادي يدخل بغينا ولا كرهنا غادي يدخل الكوت ديفوار لاكان لا كوت ديفوار في ثوب المرشح الاول للفوز باللقب؟ اذا كيفاش غتهيئ هذه المرحله